كتير من الأمهات والمعلمات بيسألوا أنا ليه ابني بعد ما حفظ الحروف نسيها تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من الأمهات والمعلمات بيسألوا أنا ليه ابني بعد ما حفظ الحروف نسيها تاني؟ كتير من الأخصائيين والأخصائيات بيسألوا ليه الطفل بعد ما علمته الحروف نسيها تاني؟ ليه الطفل دايما بيتلخبط بين الحروف المتشابهة زي الب والت والس، زي الجيم والح والخ، زي الط والظا والصاد والضاد؟ طيب الطفل بيتلخبط ليه؟ او الطفل بينسى الحروف ليه؟ لسببين. اول سبب ان انا بدرب الطفل على كتابه ونطق الحروف بالترتيب الف ب ت س ج ح الى اخره. تاني سبب ان انا بربط للطفل الحرف بكلمه، اللي انا بقول له الف ارنب، ب بطه، ت تفاحه الى اخره، وده غلط. طيب الحل ايه؟ الحل عشان ادرب الطفل على قراءة وكتابة الحروف وما ينساهاش، لازم ادرب الطفل على الحروف من غير ترتيب. بمعنى ان انا هقسم الحروف الى 3 مراحل. اول مرحلة وهي الف ب ج د س ص ط ع ف كاف لام ميم نون ه واو ي. طيب حفظ المرحلة ورجعتها معاه اكتر من مرة، اخش على المرحلة الثانية وهي ت ح زال ر شيم ض ظ عين. خلاص الطفل حفظ المرحلة الأولى كويس قوي، حفظ المرحلة الثانية كويس قوي. بعد كده أدخل على المرحلة الأخيرة وهي الس والزين أو الزاي والخ والقاف. طب وبعد كده أعمل إيه؟ أنا لازم عشان أثبت المعلومة عند الطفل، أثبت الحرف عند الطفل، لازم أدخل معاه شوية تنمية مهارات. إيه هي شوية تنمية المهارات؟ يعني حرف الألف ده مش لازم يكتب ويقرأ حرف الألف فقط، لا، أجيب له تين صلصال يعمل بيه حرف الألف، أجيب له دقيق وأرشه وأخليه يكتب عليه الألف بصباعه، أخليه يشكل الألف بالعجينة، أخليه يكتب الألف ويلونه. كل الأنشطة دي فنيات وأساليب غير تقليدية هتخلي الطفل يتقن الحرف، تخلي الطفل يحفظ الحرف، تخلي الحرف يثبت في دماغ الطفل. بعد كده ابدا اكمل بقى البرنامج. الطفل حفظ الحروف، ابدا ادربه على كتابه وقراءه الحروف بالفتح، كتابه وقراءه الكلمات بالفتح، وبعد كده الكسره والضمه والسكون والمد بالالف الى اخر البرنامج الاكاديمي، لحد ما الطفل يوصل معانا لمرحله انه يقدر يقرا ويكتب جمل مختلفه، يقدر يتملى جمل مختلفه، يقدر يقرا من الكتب المختلفه.